ازيكم في حلقة جديدة من بتاعتي. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن كل البدايات في اللغة الصينية. زي ما قلنا اللغة الصينية بتتكون من بدايات والنهايات. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن البدايات كلها، والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن كل النهايات. فانا عايزك تركز معايا جدا وتصحصح ودنك كده معايا عشان هنبدا دلوقتي ان شاء الله. الفيديو اللي فات كان 20 دقيقة، فسامحني الفيديو ده انا هعتمد اعتماد كامل على انك هتوقف الفيديو وتعيده معايا وتسمعني كويس وتتدرب ورايا، لان ده افضل حل ليا وليك دلوقتي. وانا بقول كل صوت هيكون جنبي صورة فيها الحروف بتاعة الصوت ده، عايزك تبص بعينك وتسمع بودنك انا بقول ايه، تسمعني كذا مرة وتراجع معايا وتعيد معايا وتتدرب كتير، لان هنحتاج الحلقه بتاعت النهارده والحلقه بتاعت المره اللي فاتت في الحلقه الجايه ان شاء الله بتاعت النغمات، وهيكون اول جزء خلص بتاع النطق والنغمات ان شاء الله. مش عايزك تقلق لو سمعت صوت وانا بقول صوت غريب عليك، صوت ما سمعتوش قبل كده، انت حاسس ان الصوت ده مش في اللغه العربيه فمش عارف تأديه كويس. انا هقول كله في الاول، بعد كده هعمل جزء بسيط في الاخر على قد ما اقدر بسرعه ابين لك التبس بتاعه الحروف اللي انت مش فاهمها او اللي انت مش عارف تنطقها ازاي ببقك. هحاول ان انا اوصل لك تنطقها ازاي ان شاء الله. ا او او ا ا اي اي او او اي اي I O an ya yeah yo yao yin yung yan yang o ong a r n wa wo when way wan wang yue yun yuan. مش عايزك تتصدم، انت تقدر، وبجد الموضوع بسيط جدا. اي حاجه في بدايتها بتبقى صعبه، انا كواحد تخين بعمل دايت مفيش اسهل منه، بس بالنسبه لي بيبقى صعب جدا حتى في الدايت، فما بالك في اللغه الصينيه. عايزك تركز معايا وتصحى معايا كده، عشان ايه؟ احنا بنتكلم صيني، مش اي حد بيتكلم صيني. عايزك تصحى معايا كده وان شاء الله هتعرف تقولهم معايا. اي حرف انا ما نطقته كان بالنسبه لك غريب، انا دلوقتي هقول التبس بتاعته. هما حرفين اتنين بس بالنسبه لك هيبقوا غريبين شويه. اولا حرف اليو اللي عليه نقطتين، وده اللي كانوا بيدرسوا فرنساوي قبل كده هيبقى بالنسبه لهم سهل، بتاع اللي هو ساليت اي ده، هو ده سهل. بالنسبه اللي ما بيدرسوش فرنساوي او ما شافوش الفرنساوي قبل كده ما سمعوهوش، فهو بوز البطه اللي بنتصور بيه كلنا، البنات طبعا هتبقى فاهمه الموضوع ده كويس جدا. كده اهو، كده اهو، اي اي. تلمس لسانك تحت اسنانك دي وانت عامل بوز البطه وتطلع صوت وانت مثبت لسانك من غير ما يتحرك خالص، هيطلع معاك مش او. ده اليو، ده اليو اللي عليه نقطتين، وده مهم جدا. الحاجه التانية هو الحرف التاني اللي هو اللي اخره جي. احنا ما بننطقش الجي في اللغه الصينيه خالص، بيبقى مكتوم من جوه البق خالص، بنقول ان
لو جبته كده من سقف حلقي همسك الجي. احنا ما بننطقش الجي خالص، بنقول ان او اون. جونغ مثلا يعني، فبنقول جونغ، ما بقولش جونغ و دي اللي هي معناها صيني. جونغ. فدي الحاجه الاولى، حرف اليو عليه صوتين. الحاجه الثانيه حرف الجي. اتمنى اكون قدرت افيدكم في الفيديو دوت، وانا اعتمد اعتماد كامل على انك بتعيد ورايا وبتسمع وبتتدرب كتير. وطبعا الفيديو ده ملوش اي لازمه من غير الفيديو اللي قبليه. الفيديو الثالث ان شاء الله هيبقى بيتكلم عن النغمات، ساعتها نقدر ننطق الكلام براحتنا بما ان احنا عرفنا البدايات والنهايات، فنقدر نقول الكلمات براحتنا، نتعلم النغمات ونبقى خلصنا نطق النغمات كلها. واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله.